السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في شيوات مشرف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الديسير اللي تقدروا هكا تنوعوا فيه في هذا الشهر الكريم ان شاء الله. هنا كما تشوفوا هنا عندي 2 يطرو نتاع الحليب، عندي يطرو ونص في هذا الكاس هذا، وعندي نص لتر في هذا الكاس. انا غادي نضيف شي على شي هكا بسم الله. وغادي اش غنستعمل في هذا الحليب هنا في المكونات اللي عندي هنا 2 نتاع البنانات او الموز، كل واحد اش غنسميه. وعندي هنا سمر غسله مزيان ومقطعه طريفات كما كتشوفوا هكا طريفات. وعندي هنا الزبيب حتى هو كذلك. عندي 4 نتاع الشاصيات نتاع الفلو كما كتشوفوا، فلو نتاع الفاني، هادو هما يعني من فئه 5 غرام كما كتشوفوا، الوزن تاعهم 5 غرام. والسكر يعني الطريقه اول حاجه كيفاش غادي نستعمل هذا الفلو. هنا عندي 2 لتر نتاع الحليب، انا غادي نحاول نوازن الحلاوه لان كما كتعرفوا البنان حلو والتمر حلو والزبيب حلو حتى هو كذلك. هنا بسم الله غادي نوضع 1 2 3 4 5 6 7. غادي نوضع غير 7 المعالق، عاود 9 نتاع المعالق ما غنوضعش، غادي نوضع غير 7 نتاع المعالق. غادي نفتح هذا الفلو وحده بوحده وحده. هنا اخواتي انا لاحظوا ضفت هذاك الفلو على السكر، وغادي نحركو مزيان مع السكر باش ما يتكورش ليا في وسط الحليب. خلطو غادي نوضعو بسم الله. خلط خليط نساجم ليا مزيان. غادي نجيب بنانه هكا، غادي نقطعها طريفات هكا. غادي نوضع نصف الكميه نتاع التمر، نخلي واحد الكميه للزيت، والزبيب حتى هو كذلك. غادي نخلي نص الكميه غادي نديرها. هنا عندي ميكسور، غادي نطحن هاد المكونات هكا كاملين. هنا اخواتي كما تشوفوا انا هزيت هكا، شعلت العافيه ديالي وغادي ندير هذا الحليب في العافيه حتى يبدا درجه الغليان. عاد نزولو من فوق البوطه. اخواتي هنا كما كتشوفوا كنبقاو نحركوه، راه بدا يعني في درجه الغليان كما كتشوفوا. صافي هنا كنشوفوه بدا في درجه الغليان، نطفيو عليه هكا ونبقاو نحركوه باستمرار يبرد شويه هكا. انا اميره هي اللي كتساعدني، بنتي كتساعدني في التحراك، يعني فرصه للوليدات انهم يشاهدونا كيفاش كنديروا، طبعا مع الاحتياط. صافي غادي نخليه شويه يبرد غير شويه ونبدا نوزعو. هنا اخواتي هادو هما الجبيبنات اللي غادي نقدم فيهم هاد الفلو كما كتشوفوا، كيكونوا هكا مسنين في الجناب ديالهم. انا هنا جبت كاس باليد نتاعو، هو اللي غادي يساعدني في الكب نتاع هاد الفلو. بسم الله. وغادي نوضع هكا يعني هذه هي الكميه اللي غنتمشى بها. كما كتشوفوا ونخليوه يبرد هكا.
هنا اخواتي كما تشوفوا انا تقريبا دازت هكا واحد الساعه عليهم وانا حاطاهم في نفس المكان. كنت مغطياهم هكا بواحد القطعه نتاع الكرتون باش ما يديرش ديك لاميديتي ويرجع الماء كيقطر عليهم. كما تشوفوا راهم شادين راسهم هكا. ما بقى لنا دابا الا ندخلوهم في الثلاجه شويه. وانا هنا كما تشوفوا هاد الفواكه الجافه غادي نخلط هذاك التمر مع هذاك الزبيب ونوضع هكا يعني على الفوق هكا، يعني تزيين بسيط بسيط بزاف. اهم حاجه هي البساطه هكا. صافي هاد المرحله كما قلت لكم اخواتي ندخلوه الثلاجه يشد راسو اكثر ويبرد ونقدمه لكم بالصحه والراحه. هنا اخواتي بعد ما كندخلوه للثلاجه وكيبرد كما تشوفوا كيجي هذا هو القوام تاعو. كنتمنى ان شاء الله تذوقوه بالصحه والهنا ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في تعليقاتكم الطيبه وكنقدموا لكم لوليداتكم بالصحه والراحه.